الفيديو ده يا جماعه النهارده انتشر جامد قوي. ده فيديو لراجل محامي كان بيحضر جلسه في مجلس الدوله، وهو خارج من الجلسه قابل سياده المستشار مرتضى منصور. فالمحامي ده زملكاوي واقف بيتكلم مع مرتضى منصور، فبيقول له ان الصفقات اللي انت جبتها كلها مضروبه، وان الزمالك بقاله 20 سنه ما خدش بطوله افريقيا، وان جمهور الاهلي عمال بيعاير فيهم بقاله 20 سنه. والحقيقه يعني المستشار مرتضى منصور اي حد بيعترض عليه او اي حد بيقول له انت عامل حاجه غلط، لازم لا اما بيركب الترند، لا اما بيطلع اخواني، لا اما بيطلع مزقوق او حد زقه عليه. فهو دوت يعني بصراحه حاجه يعني مستفزه بصراحه، ان اي حد يعترض عليك ما بتطلعش نفسك غلطان ابدا. يعني الناس كلها شايفه ان صفقات الزمالك السنه دي مضروبه. مصطفى شلبي اللي مدفوع فيه حاجه و70 مليون، سامسون كينيولا دوت ولا اسمه ايه، سامسون كينيولا المهاجم اللي ما لعبش حتى لحد النهارده 5 6 ماتشات على بعض. ابراهيم انداي اللي ما لعبش 4 5 ماتشات على بعض. خد بقى عندك دونجا اللي كل الناس مش معترفه بيه. خد بقى عندك عمرو السيسي ان برضو كل الناس مش معترفه ان هو يليق يلبس تيشيرت نادي الزمالك. كل الكلام دوت الناس بتقوله، لكن لو حد قاله في وش المستشار مرتضى منصور هيطلعه مزقوق ويطلعه عايز يركب الترند. الحقيقه ان الراجل ركب الترند النهارده، وراجل ترند النهارده، وكل الناس متعاطفه معاه، ولدرجه ان كان في الجردات بتوع المستشار مرتضى منصور كانوا عايزين يضربوه، كانوا عايزين يتهجموا عليه. وطبعا مرتضى منصور راجل ذكي جدا، فعارف ان الناس كلها بتصور وكل الناس اللي حواليه ماسكه الموبايلات وعماله تصور، راح ضارب الجارد اللي معاه وقال له انت مالك، وانت ايه اللي جابك هنا، ومش ايه اللي جابك. يعني كل ده فيلم والله العظيم، يعني بايخ بصراحه. مش اي حد يعترض عليك هيبقى اخواني او هيبقى عايز يركب الترند او هيبقى مزقوق. مفيش الكلام ده خالص. يعني راجل زملكاوي بيتكلم بلسان كل الناس الزملكاويه بيقولوا الكلام ده. الصفقات مضروبه، الصفقات مضروبه. حتى اللي انت جبتهم في يناير والله العظيم ولا ناصر منسي هيعمل حاجه، ولا شبانه هيعمل حاجه، ولا بالحاج هيعمل حاجه. انت بس عمال بتبين للناس ان انت راجل عمال بتجري هنا وبتعمل هنا. انت اللي بتركب الترند. انت ما تحبش حد ياخد منك اللقطه، والله ما بيحب حد ياخد منه اللقطه نهائي. مرتضى منصور هو ده من الثمانينات وهو كده ما اتغيرش. فهو راجل ذكي جدا. النهارده كان ممكن يحصل مشكله كبيره جدا بسبب الجارد بتاعه اللي مسك في الراجل وكان عايز يضربه، بس مرتضى